هو الإنسان يتأثر بالأمراض، يتأثر بالكوارث، يتأثر بالزلازل، يتأثر بالسيول، يتأثر بكل شيء لأنه ضعيف. والله سبحانه وتعالى هو القوي، هو القادر. أن هذه الزلازل تدل على قرب الساعة وعلى اقتراب يوم القيامة. لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن ويتقارب الزمان ويكثر الهرج وهو القتل ويكثر المال حتى يفيض عند الناس. فمن علامات الساعة كثرة الزلازل، فعلينا أن نستعد لقيام الساعة، وعلينا أن نستعد للموت، فمن مات فقد قامت قيامته. والله سبحانه وتعالى يقول للناس في القرآن: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال الله سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فعلينا عباد الله أن نتعظ وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قوي، وأن نبتعد عن الشرك بالله، ونبتعد عن الذنوب وعن المعاصي وعن البدع، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وإذا أخذك أخذ عزيز مقتدر، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فلتكن مستعد يا عبد الله، ولتحاسب نفسك ولتراجع نفسك، وتحافظ على صلواتك وتحافظ على عباداتك، وتبتعد عن الشرك بدعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، والتوكل على غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، وعبادة غير الله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن هذا الزلزال يذكرنا بالزلزال الأكبر، وهو زلزال يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أي زول بعين لنفسه اللي رقبته دار يطلع من الموت وينجو من الموت. شان كده جانا الزلزال ده عبرة وعظة لنا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. لماذا تضطرب الأرض؟ وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه آيات الله سبحانه وتعالى، ينزل الله سبحانه وتعالى علينا الآيات حتى نتعظ، حتى لا نغفل، حتى نفوق من غفلتنا. انشغلنا بالمعايش، انشغلنا بالحياة، وهذه الآيات الله سبحانه وتعالى لنا عظة وعبرة. أن هذه الزلازل وغيرها من المصائب التي تنزل على المسلم إنما هي ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى وامتحانات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد تكون عقوبة وعذاب من الله سبحانه وتعالى حتى نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى ونفوق من غفلتنا. لذلك لما جاء القحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للعباس: ادعو. فدعا العباس فقال: اللهم ما نزل بلاء، اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة، اللهم إنا تبنا إليك. قال: فنزل المطر، ظهر الفساد في البر والبحر،
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، حتى نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى. أما بالنسبة للكفار فهي عقوبة محضة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا الأقوام الذين كفروا بالله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا ربنا تبارك وتعالى للكافرين بالمرصاد. رسالة للمتضررين نقول لهم هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، فلتصبروا ولتحتسبوا، فإن أمر المؤمن كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، فإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له. وعليهم أن يسترجعوا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعليهم أن يقولوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصائب: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن الله سبحانه وتعالى سيخلف لهم خيرا منها. بعضهم من مات أبوه، وبعضهم من مات أخوه، وبعضهم من مات ولده، فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا، لأنه أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى. نعم الأمر جلل والمصيبة عظيمة، لكن عليهم أن يرضوا بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب الصابرين على ما صبروا. الوقفة الأخيرة أن نعلم أن هذه الزلازل ليست بسبب الطبيعة، إنما بأقدار الله سبحانه وتعالى، لأن الملاحدة والعلمانيون يقولون أن هذه بسبب الطبيعة، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فهذه هي أقدار الله سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر. اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم أعنهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل موتاهم شهداء يا رب العالمين، اللهم عليك بمن كان تحت الأنقاض، اللهم أخرجه يا رب العالمين، اللهم أخرجه يا رب العالمين، اللهم هون عليهم مصيبتهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.